النادي الاهلي بيرفض ان هو ينغلب باقل من 5 وبيضيف 5 جديده لطقم الخمسات اللي عنده من سان داونز ومن مونتيري. ناشئين نادي الزمالك مواليد 2009 بيكتسحوا فريق الناشئين للنادي الاهلي ب5 اهداف مقابل هدف واحد. طبعا فريق كابتن وليد سليمان بنبارك له على ال5 اللي هم شالوها، وبيضيفوا 5 جديده لطقم الخمسات اللي عند النادي الاهلي. طبعا 5 من سان داونز و5 من مونتيري، وعليهم 5 من الزمالك في الناشئين هديه، وان شاء الله تبقى مقدمه لل5 اللي هيشيلوها باذن الله في نهائي الكاس يوم 8 مارس. عندنا النهارده طبعا ماتش الزمالك والاسماعيلي طبعا، والتشكيل المتوقع لمباراه الزمالك والاسماعيلي اللي هتتلعب بكره ان شاء الله الاثنين 19 فبراير. وان شاء الله كمان هنتكلم عن صفقات نادي الزمالك اللي هيعملها في الصيف، وفي نجوم كتير جدا مرشحه انها تنضم لفريق نادي الزمالك عشان تزود قوه نادي الزمالك الناريه، والصفقات الناريه اللي بيدعم بيها نادي الزمالك فريقه. كمان هنتكلم بقى عن جوميز وعن الخطه اللي هيلعب بيها في ماتش الاسماعيلي، وهيبقى مباراه ناريه جدا مباراه الزمالك والاسماعيلي، والعوده اللي بيستناها جماهير القلعه البيضاء وجماهير النادي الملكي مع الصفقات الجديده. يا ترى جوميز هيلعب بمين بكره؟ عنده اكتر من حل واكتر من اختيار، سواء اللعيبه القديمه او الصفقات الجديده. عندك شيكابالا، عندك زيزو، عندك سيف فاروق جعفر، عندك ناصر ماهر، عندك احمد حمدي، عندك سيف الجزيري، عندك متيابا اللاعب الاوغندي. في الدفاع طبعا اصابه الونش هتاثر جامد جدا، وان كان بقى حمد الفلسطيني هيلعب مع المسلوسي ومع محمود علاء ومع عبد الشافي طبعا ومع فتوح ومع النجوم اللي في نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا رغم ان هو عمل صفقات، ولكن هو عنده اللعيبه اللي تشيله حتى بدون الصفقات. عبد الله السعيد، زيزو، شيكابالا، ناصر ماهر، احمد حمدي، جناحات نادي الزمالك هي اقوى مراكز في نادي الزمالك. نادي الزمالك هيبقى عنده حيره دلوقتي، هيلاعب مين ولا مين، وطبعا هتبقى مهمه صعبه على اي منافس ان هو يمسك شيكابالا وزيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر. لاعيبه تقيله جدا ولاعيبه مهاريه، وتعمل لك حل لاي مباراه مقفوله، وهتبقى ماتش صعب جدا على النادي الاسماعيلي، وخصوصا ان كل الصفقات دي عايزه تثبت نفسها وعايزه تثبت انها هيبقى لها مكان في فريق نادي الزمالك وانها هتبقى مؤثره. وعلى راسهم طبعا عبد الله السعيد اللي هيبقى عايز يثبت نفسه، وزيزو المتالق اللي دايما معودنا ان هو بيشيل الفريق لوحده. دلوقتي ما بقتش لوحدك يا زيزو، دلوقتي معاك ناصر ماهر ومعاك عبد الله السعيد ومعاك احمد حمدي، معاك لعيبه تقيله تقدر تسندك طبعا بجوار شيكابالا وسيف الجزيري وسيف جعفر وفتوح، لعيبه كبيره جدا وعبد الشافي طبعا. باختصار ماتش الزمالك والاسماعيلي هيبقى ضرب نار بكره ان شاء الله، وماتش يستحق المشاهده. والدراويش برضو مش هيسكتوا. الاسماعيلي معودنا دايما ان هو مدرسه للمواهب وكوره البرازيل وفن. متعه الكوره كلها في ماتش الزمالك والاسماعيلي، بتواجه اكبر مدرستين في الكوره في مصر، الزمالك والاسماعيلي. صفقات نادي الزمالك في الصيف عندنا صفقتين يعني شبه مؤكدتين. رمضان صبحي عايز ينضم لنادي الزمالك، وعبد الله السعيد طبعا هو اللي بيحاول يأثر على رمضان صبحي ان هو ينضم لنادي الزمالك. طبعا لو انضم رمضان صبحي مع عبد الله السعيد في وجود نجوم الزمالك وفي وجود الضغط الجماهيري لنادي الزمالك والاعلامي، هيبقى حاجه كبيره جدا، وهتبقى صفقه حراقه زي صفقه عبد الله السعيد. وفي ناس هتتضايق منها، نقول لهم ما يضايقوش نفسهم. لكن انا بفضل يعني مع احترامي لرمضان صبحي، بفضل مصطفى فتحي ابن نادي الزمالك الوالد السافل الحريف، اللي بعتبره احسن جناح في مصر دلوقتي. وشفنا اداؤه مع منتخب مصر عامل ازاي، لاعب بسم الله ما شاء الله عليه مصطفى فتحي بيفوت في الحديد. طبعا الصفقه الثالثه اللي في الصيف ان شاء الله وبنتمنى انها تتم هي بن شرقي، بن قلبي طبعا معشوق الجماهير الزملكاويه، اللي يعني واحد من افضل اللعيبه المحترفه اللي جت في الدوري المصري، ما كانش افضل محترف جه في الدوري المصري في الفتره اللي فاتت. بنتمنى طبعا مصطفى فتحي ورمضان صبحي وبن شرقي، ولكن صعب طبعا الثلاثه يرجعوا. انما انا عن نفسي لو هختار واحد من الثلاثه اختار مصطفى فتحي طبعا بعدين بن شرقي.
قول لنا في التعليقات انت تختار مين يرجع نادي الزمالك في الصيف، هل مصطفى فتحي ولا رمضان صبحي ولا بن شرقي؟ ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتشاركوا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من الزملكاويه والاهلاويه اللي بنشكرهم على مشاركتهم لينا بالتعليقات. اشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.